اهلا بيكم. احنا في فيلا كيتشن ما بنقدمش بس مطابخ، احنا بنقدم مطابخ متميزه، مطابخ بنبحث فيها عن العميل المتميز علشان نديله حاجه مبهره جدا لبيته ولوحدته ولعينه يكون مرتاح وهو بيتعامل معاه. تعالوا بينا نتفرج على المطبخ العظيم ده بعد الانترو، يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في مطبخنا الجميل اللي هنبدا نشرحه دلوقتي. مطبخ من المطابخ المتميزه جدا، المطابخ اللي كانت صعبه جدا في تصميمها واللي كانت صعبه في مساحات المطبخ، رغم ان المطبخ كبير ولكن واجهتنا فيه بعض الصعوبات وكان لازم نكفر كل ده بشكل متميز جدا لعميل متميز جدا. بدانا هنا بالمدخل زي ما انتم شايفين، بروفايل ليد، بحيث ان انا ادي تميز وانا داخل المطبخ. دايما اول لقطه او اول نظره للمطبخ وانا داخل لازم تفتح نفسي على المطبخ، دي من اهم الاهداف اللي بنركز عليها. بعد كده عندنا الثلاجات التوينز، وعندنا وحدات خزين فوقها بالشكل ده، مساحه كويسه جدا مع عمق متميز. ورا الثلاجات دي في عمود، ولكن راعينا ده في التهويه بتاعت الثلاجات ومراعاه جنب الثلاجات.
زي ما انتم شايفين راعينا جنب العمود، طبعا في عمود ورا الثلاجات، دارينا بالجزء ده وبالجنب الخشب مع مراعاه التهويه الخاصه بالثلاجه. بعد كده عندنا يمين وشمال الفلتر. المكان ده ما بين عمودين، او نقدر نقول ما بين الكتف ده وما بين العمود ده، لازم نديله تميز ولازم نديله سيمتريه في الجزء ده، لان ده برضو من الحاجات اللي هي في واجهه المطبخ. خدنا ضلفتين ازاز زي ما انتم شايفين كده، مع الاضاءات البروفايل ليد زي ما شايفين. وصوت الغاز طبعا ماشيه معانا في الوحده، فاديناها لون قريب جدا للون الوحده. برضو عندنا وحدات خزين علويه بالشكل ده. عندنا الفلتر الحرف تي من الفلاتر المتميزه جدا، متوصل طبعا بضغط للخارج لان هو شغال طرد. بعد كده عندنا مساحه السطح، حبيت ان انا ادي مساحه رخام متميزه جدا على الشمال. بالمناسبه ده مش رخام، ده بورسلين. بعد كده على شمال البوتاجاز خدنا وحده ادراج عريضه للرفايع، حبينا نوحد الشكل، يبقى عندنا برضو ادراج تخزين كويس جدا تستخدم ايضا للرفايع بالشكل ده. زي ما احنا متعودين تحت البوتاجاز لازم درج متقسم معالق وشوك بالشكل المتميز ده، وادراج لخزين الحلال اسفل البوتاجاز، الحلال اللي انا بستخدمها يوميا. بعد كده عندنا ترولي زيت. ترولي زيت اللي انا بفضله يكون تفصيل بحيث ان هو يكون متماسك اكتر، اقدر يكون معايا برايتي احسن في التخزين فيه براحتي، مفيش ما يقيدني فيه. بعد كده عندنا برضو تقسيمه هنا في الجزء ده منظم درج، وضفت هنا ادراج الخضار. اصبح عندي هنا مساحه خدمه محترمه جدا، مساحه خدمه على الشمال برضو محترمه جدا. بعد كده جينا هنا العمود الثاني في المطبخ، خدنا بالشكل ده، حتى استغليته في البورسلين ان انا خليت فيه هنا رف. الرف ده ممكن استخدمه كحاجه مساعده معايا على مساحه الرخام لان هو جزء غاطس شويه لجوه. بعد كده خدنا هنا الكورنر بالشكل المتميز جدا جدا ده، كورنر ضيق بسبب العمود ولكن خليناه واسع بسبب التقسيمه المظبوطه جدا. شايفين السوفت كلوز برضو بيدي هدوء جدا في المطبخ. بالمناسبه المفصلات السوفت كلوز عندك من اول 20 جنيه لحد الحاجه المتميزه اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي التايتوس، في برضو متاح حاليا بلوم ولكن بسعر اعلى شويه. وحده الحوض زي ما احنا متعودين، طبعا هنا مكان للفلتر، مكان للحاجات اللي احنا ما بنستخدمهاش كتير. عندنا اكسسوار سله المهملات في الجزء ده. بعد كده عندنا العمود الثالث، تعالوا نشرح العمود الثالث بقى، هو ده اللعبه في المطبخ كله. عندي كمان فرن 90 زي ما انتم شايفين. خدنا الجزء ده بمطبقيه طبعا من فوق، طبعا الارتفاع عندنا 2 متر 74، فالتقسيم عندنا هنا 80، فبتاخد مطبقيه وبتاخد رف كمان تخزين فوق. الجزء ده بقى غاطس، حبيت ان انا اعمله بشكل ديكوري في الجزئيه دي، انا مش هستفاد بيها كتخزين خالص، ولكن خدناها بالشكل الديكوري ده، مع ممكن تابلو ظريف جدا يتحط هنا، مع ممكن اعمل شماعه لمريله المطبخ وهكذا. برضو عشان نعمل دمج ما بين الجزء ده والجزء ده مع الفاصل العمود ده، برضو دمجنا هنا جزء ديكور. ليه؟ برضو هو مش شكل، هو وظيفه. ليه؟ عندي هنا غساله الاطباق، غساله الاطباق هتفتح لهنا، فانا محتاج استخدمها باريحيه، ما ينفعش احط الوحده دي اقرب من كده. فدمجت الفكره من الناحيه الجماليه والناحيه الوظيفيه في منطقه واحده يشملها عمود. بعد كده عندنا دولاب الفرن الكبير 90 سم، ولاول مره نقفل على الميكرويف بالشكل ده بحيث ان احنا نظهره قدر الامكان بلتين. الاجهزه كلها بلتين، خليه شكله بلتين هيبقى احلى. احنا متعودين بيبقى فيه ادراج اسفل الفرن مع الالتزام بتهويه الفرن المخصصه اللي هي يكون عندي عمق هنا 20 سم على الاقل، مع التهويه الخاصه بيه، مع الفتحه الخاصه بيه من تحت. نقط مهمه جدا ما حدش بيلتزم بيها خالص. بعد كده الجزء ده زي ما انتم شايفين عندي مايكرويف، وعندي تقفيله حواليه تبرزه كانه شكله بيلت ان. المكان ده اقدر استخدمها كضلفه، اخزن فيها حاجه او اشيل فيها حاجه في الطبيعي ان هي مش هتستخدم. بعد كده عندنا دولاب الفرن فوقه جزء للتقسيم الصواني اللي احنا متعودين عليه، وعندنا كمان تخزين زي ما بقول لكم المطبخ 2 متر 74، مطبخ ضخم مش مطبخ صغير. نيجي بقى للنقطه المبهره،
العميله قالت لي انا عايز اقعد في المطبخ. المطبخ طويل، مطبخ كبير ما شاء الله، ولكن عايز اقعد في المطبخ. طيب نعمل جزء قعده. عملنا جزء بافين من تحت نقدر نستخدمهم كقعده بمنتهى البساطه. اقدر افتحها كده، كمان تستخدم كتخزين. مفيش حاجه فور فن او فور شكل بس، لا، كل حاجه ليها استخدام. بعد كده عندي ترابيزه كمان تخرج. اصبح عندي هنا شخصين يقدروا يقعدوا، او ممكن طفلين يقعدوا على البانكت الواحد. وعندي كمان كنبه جميله جدا تاخد شخصين بالغين مرتاحين جدا، او 3 اشخاص يتخللهم شخص صغير، مع الجزء الظهريه اللي عملناه بالشكل ده، بحيث ان هو يبقى يريح ظهري وانا قاعد، في نفس الوقت الترابيزه تدخل فيه وتديني شكل منسق. استخدامها بسيط جدا، مش مطلوب منها ان هي تكون خفيفه، لان انا في الطبيعي مش هطلعها كل شويه وادخلها. انا بستخدمها وقت ما انا هقعد اجهز في المطبخ، وقت ما انا هقعد اكل في المطبخ، في نفس الوقت مع فتحها عندي ممر حركه اقدر اتحرك فيه. ودي من النقط المهمه اللي لازم اختبرها في التصميم الاول. عندنا الغاز في المطبخ ده، الغاز مطبخ للسقف، والمواسير هتمشي فين وهكذا. طبعا المواسير زي ما احنا شايفين بتعدي في الجزء ده، ولازم تنزل في الوحده اللي قبل البوتاجاز. فعندنا المواسير طبعا ماشيه فوق. طبعا المطبخ عالي زي ما قلت لكم، فانا مش هقدر اقفل الضلفه دلوقتي. زي ما انتم شايفين ماسوره الغاز ماشيه من جوه ظاهره، لو في اي حاجه لا قدر الله شركه الغاز تقدر توصل لها بسهوله. ما زالت ماشيه معانا لحد ما نيجي هنا مكان العداد. حاول تصورها عشان نفتح الضلفه اللي جنبها. عندنا هنا العداد زي ما انتم شايفين برضه مقفول عليه بالشكل ده. نيجي بقى للدولاب الفرن، وعندنا عمود. العمود ده انا شرحت لكم او اتكلمنا عليه في الاول. عملنا الضلفه دي مخصوص عشان نداري المنظر الفظيع الجميل ده. زي ما انتم شايفين، تخيلوا المطبخ لو الكلام ده كده ظاهر. اصبح برينا الغاز بنسبه 90% او 95% كمان. هو ده الهدف من ترتيب المطبخ للسقف. استفدت بتخزين اضافي، تخزين كبير فوق لعموم البيت، مش شرط ان هو حاجات المطبخ، حاجات للاستخدام الشهري او السنوي زي ما بنقول. استفدت بشكل جميل ومنسق ومرتب للمطبخ. استفدت ان انا عندي منتج جميل جدا. في النهايه المطبخ علشان يطلع بالتميز ده محتاج عميل متميز، محتاج مكان ينفذ معاه مطبخ متميز اللي هو احنا، محتاج يكون متخيل قيمه الكلام ده. الخامات دي من الخامات الغاليه جدا. الاهتمام بكل التفاصيل، الاعماق، مستويات التصنيع. اهم حاجه في المطبخ هو مواصفات التصنيع، مش الضلفه، مش مسمى الضلفه اليوفي لاك او البولي لاك او ايا كان، مش هو اللي بيحدد سعر المطبخ. المطبخ توليفه بالكامل هي اللي بتديله الروح اللي انتوا شفتوها دي، هي اللي بتديله الجمال اللي انتوا شفتوه ده. وهو ده التميز اللي احنا بندور عليه، واللي بندور عليه في كل عملائنا. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم. اشوفكم ان شاء الله في مطابخ جديده، في اماكن جديده، مع تميز جديد. مع السلامه.